النهاردة هحكي لكم على قديس عظيم جدا، وهو أبو نفر أو أبو نفير السائح. أبو نفر السائح كان عايش في وسط رهبان في دير في الأشمونين تابع لمحافظة المنيا. الدير ده كان فيه حوالي 100 راهب كانوا بيمارسوا الرهبنة الجماعية، وكانوا عايشين مع بعض في محبة، وكانوا بيهتموا جدا بالعمل الإيد لأن ده جزء أساسي من الرهبنة. بس القديس أبو نفر كان ليه رأي تاني، هو كان حابب حياة الوحدة، ما كانش حابب، يعني هو كان مبسوط معاهم بس كان حابب ان هو يعيش حياة الوحدة. ففي يوم من الأيام قرر بالليل ان هو يسيبهم ويدخل للصحراء الجوانية. طيب ليه اتحرك بالليل؟ لان الرهبان كانوا بيحبوه جدا، ولو عرفوا ان هو هيسيبهم كانوا هيرفضوا وكانوا هيمنعوه، فعشان كده مشي بالليل. اخد معاه رغيف واحد من الخبز وشوية من الخضار يكفوه لمدة كام يوم كده وهو ماشي في الصحراء. بالفعل مشي ناحية الجنوب، وهو ماشي في عمق الصحراء وبالليل شاف نور عظيم جدا. النور ده كان ملاكه الحارس، جرب منه وقال له أنا ملاكك الحارس، وربنا بعتني عشان أمشي معاك وأوصلك للمكان اللي ربنا جهزه لك. بالفعل فضل الملاك ماشي معاه لحد ما وصلوا لمغارة، وبعد كده الملاك اختفى. خبط القديس ابو نفر على باب المغاره، فطلع له منها شيخ قديس. راح القديس ابو نفر ضرب له مطانيه، فراح مجومه الشيخ ده من ايده ودخله جوه المغاره، وقعد معاه بضعة ايام. والشيخ قال له هتقعد معايا كام يوم وبعدها هتروح للمكان اللي ربنا جهزه لك. بالفعل بعد كام يوم الشيخ القديس ده اخذ القديس ابو نفر ومشوا في عمق الصحراء لحد ما وصلوا للمغارة اللي هيقعد فيها القديس ابو نفر السائح. وكان موجود عند باب المغارة دي نخلة، وموجود بير من المية النخلة ياكل منها، وكان الثمر بتاعها بيكفيه السنة كلها، وكان في بير مية برضو بيشرب منه. قعد معاه الشيخ القديس ده شهر جوه المغارة عشان يعلمه ازاي يعيش حياة الوحدة. بعد الشهر ده قال له انا كل سنة هجيلك مرة اطمن عليك فيها، وبالفعل كان بيعمل كده لحد ما في مرة من المرات وهو بيزوره اتنيح بسلام. فضل موجود القديس ابو نفر السائح جوه المغارة بيتعبد لربنا. اي نعم كان بيعاني من البرد ومن الحر ومن الجوع ومن العطش، لكن في كل مرة كان ربنا بيسنده. في يوم من الايام بقى جاله القديس بفنوتيوس او بفنوتي. بس اول ما شافوا القديس بفنوتيوس كان مشتاق ان هو يدخل الصحراء ويشوف حياة الوحدة ويشوف قديسين وسواح موجودين جوه الصحراء. وبالفعل وصل لحد القديس ابو نفر السائح، بس لما شافه خاف منه جدا وابتدى كده يبعد عنه وهو باصص له كده ومستغرب. طيب كان مستغرب ليه؟ لان القديس ابو نفر السائح في الوقت ده كان اديله ما بين 60 و70 سنة عايش في الصحراء، فكان شعره طويل جدا ومش مترتب، وكانت لحيته طويلة جدا ومغطية كل جسده، وكان متمنطق بحزام من الأوراق العريضة حوالين وسطه. فراح نده عليه أبو نفر الساح وقال له تعالى تعالى يا قديس الله، أنا هنا بتعبد في الصحراء، ما تقلقش ولا تخاف مني. فجرب عليه القديس بفنتيوس وقعد معاه وابتدى يحكي له عن حياة الوحدة اللي هو عايشها وعن التفاصيل اللي كانت بتمر في حياته. ووقتها الأنبا بفنوتيوس نسي كل تعب وكل الوقت اللي مشي فيه، لأنه مشي 17 يوم في عمق الصحراء لحد ما وصل لأبو نفر السائح. فراح حصلت بقى حاجة ان الانبا القديس ابو نفر السائح ابتدى يمرض ويتعب، فكان مرتبك وجلجان الانبا بفنوتيوس، فابتدى ابو نفر يطمنه وقال له انا بطلب منك انك انت تكفن جسدي وبعد كده ترجع لمصر. وبيقول القديس بفنوتيوس ان وقت نياحة ابو نفير كان بيسمع صوت تسبيح وصلوات جميلة جدا وقت انتقاله، وانتقل بسلام. وبعدها كان بيتمنى الانبا بفنوتيوس ان يعيد جوه المغارة دي. لكن حصلت حاجة غريبة جدا، بعد ما تنيح ابو نفر السائح النخلة اللي كان بياكل منها والاكل بتاعها او التمر بتاعها بتكفيه السنة كلها ابتدت ان هي تموت، وكمان بير المية ابتدى ان هو يجف. فحزن جدا الانبا بفنوتيوس، وبعدها رجع لديره وكمل فترة التعبد بتاعته جوه ديره.
والنهاردة 16 من شهر هطور المبارك، عيد تكريس كنيسة أبو نفر السائح في القاهرة. بركة وشفاعة القديس أبو نفر السائح والأنبا بفنوتيوس فلتكن معنا ومعكم آمين.